السلام عليكم، أنا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل شكل البيانو ده على المج. أول حاجة هنحتاجها هي صلصال لونه أسود وصلصال لونه أبيض والرولر بتاعتكم أيا كان نوعها ايه، ودي الحاجات اللي بتيجي مع الرولر عشان تديني السمك ده. يعني البينك هتديني سمك كبير والبيربل دي هتديني سمك رفيع أصغر شوية من البينك، وده اللي انا محتاجاه في الشكل ده. اول حاجة هنستعمل الحاجات اللي بتعمل لي سمك كبير، وهنستعمل فيها الصلصال الاسود. هنفرده مع بعض كويس جدا ونتأكد انه مفروض مظبوط متساوي. بعد كده هنبدأ نقطعه مع بعض بالقطر. في ناس بتحتاج ان هي ترسم الشكل الاول وتقطعه، بس انا ما حسيتش ان الشكل ده يعني بتاع البيانو ما حسيتش انه محتاج كده، يعني حسيته سهل جدا مش مستاهل يعني، فعملته على طول بالقطر وخلاص. هنعمل خطوط بالراحة عشان خاطر ما نغلطش. وبعد كده هنشيل الزيادات ونقعد نظبط فيه شوية لحد ما يبقى مظبوط خالص، ما فيهوش اي حاجة مش مظبوطة، اي صلصال زيادة. يعني هنشيل الزوايد ونظبط الدنيا. بعد كده هستعمل الكتر علشان خاطر اشيل الشكل بتاعي من على قطعة السيراميك واحطه على المج وابدأ اكمل شغل عليه على المج. هاخد الكتر دلوقتي واشيل المكان اللي هيتحط فيه المفاتيح بتاعة البيانو، بيبقى لونها ابيض واسود. بالراحة خالص بالكتر عشان ما اتلخبطش، وابدأ اشيل الشكل ده. وبعد ما اشيله يا جماعة مش هرميه، لان انا محتاجة الشكل ده علشان خاطر اعرف احط المفاتيح نفسها تبقى نفس المقاس، فانا محتاجاه كريفرنس للمقاس مش اكتر من كده. وبرضو تاني لازم نظبط الدنيا بعد ما نشيل اي حاجة بالكتر، لازم نظبط مكانها. دلوقتي هاخد الرولر بتاعتي واعمل السمك الاصغر وهفرد بيه قطعة الصلصال لونها ابيض. خلي بالنا يا جماعة قوي في الصلصال الابيض بيتوسخ بمنتهى السهولة، فلازم دايما نبقى متأكدين ان ايدينا والحاجة اللي بنشتغل عليها نظيفة جدا. دلوقتي انا هاخد الصلصال الاسود واشوف هل انا وصلت لنفس الطول ولا لسه. طبعا ما وصلتش، فهبدأ يعني هفرد فيها تاني واتأكد ان انا كده خلاص بقى نفس الطول. كده تقريبا نفس الطول. هلفها بقى على ظهرها، قطعة الصلصال الابيض هلفها على ظهرها واخد الصلصال الاسود احطه عليها واقص من حواليه، قصدي اقطع بالكتر يعني من حواليه. انا عملت كده عشان خاطر ابقى جايبه نفس المقاس بالظبط، فلما اجي احطها مكانها على البيانو تطلع مكانها مظبوط. طبعا مش هنضغط عليها، انا مش عايزاها تلزق فيها، انا بس مستعملاها كريفرنس للمقاس. اشيل الزوايد من على الجناب واظبط العرض بتاعه. طبعا قبل ما احطها على المج لازم امسحها كويس جدا وانضفها باسيتون. احطها بقى في مكانها. هنا انا لقيتها اطول شويه، شلتها وهقطع الجزء الزياده بالكتر وهرجع اركبها تاني.
وطبعا هشيل الجزء الزيادة ده بالقطر. هعمل مفاتيح البيانو نفسها دلوقتي بظهر القطر، ممكن تعملوها بالنيدل تول برضو، هي مش هتفرق، بس نظبط شغلنا قوي ونخلي بالنا ما نقطعش الصلصال الاسود معانا، احنا بس بنظبط الابيض. ودلوقتي هنستعمل اداة السيليكون دي علشان خاطر نظبط الدنيا، ما يبقاش فيه اي حاجة طالعة ولا مش مظبوطة في الصف كده، احنا ظبطناها تماما. هنجيب بقى قطعة الصلصال الاسود ونفردها خالص خالص، كمان اكتر من الابيض، يعني هنشيل القطعة اللي محطوطة على رولر ونفرد عادي. وهنجيب الكاتر ونقطع قطع، يعني اللي هي المفاتيح السوداء الصغيرة، احنا هي دي اللي عايزين نركبها دلوقتي. فهو ده انا عملت كذا خط رفيع صغير خالص اسود، وعملت بزيادة علشان خاطر يعني لو في حتة طلعت بايظة اشيلها واستعمل قطعة تانية. واحدة واحدة بقى خالص بالبول تول هنبدأ ناخدهم ونركبهم في مكانهم. انا حاولت استعمل البول تول الصغيرة ما نفعش، فهرجع دلوقتي اجيب الكبيرة والزق بيها واحدة واحدة. وهنكمل كده في كل المفاتيح السوداء بتاعة البيانو. المفروض ان هم بيبقوا 3 2 3 2 لغاية لما المفاتيح كلها تخلص. نخلي بالنا بقى ان احنا نظبطهم يبقوا كلهم نفس المقاس مظبوطين. دلوقتي انا هستعمل صلصال لونه ابيض علشان خاطر اعمل بس زي اوتلاين حوالين الشكل، علشان انا حسيته غامق قوي على المج نفسه، لونه كمان غامق. هو البنوتة اللي طلبت المج هي اللي اختارت الالوان، فانا لما عملت البيانو على المج حسيت انه هو شكله مش باين قوي، يعني المج لونه احمر غامق والبيانو لونه اسود فمش باين، فحطيت حواليه بس الخط الابيض ده عشان يديله يعني ينوروا شوية يبينوا. بس هحطه حواليه كده بالراحة خالص واتاك كويس عشان انا عايزاهم يلزقوا في بعض، واقطع بس بالكاتر بتاعتي الزيادات بالراحة خالص عشان ما بوظش الشكل بتاع البيانو اللي انا اوريدي عاملاه. وهستعمل قطعة السيليكون عشان خاطر اظبط الدنيا، هي دي احسن يعني قطعة بصراحة، وانا بستعمل المج دي بتبقى اكتر القطعة المفيدة بالنسبة لي، قطعة السيليكون دي. وبعد كده هنزود بقى قطعة الصلصال الابيض من تحت عشان نخلص الاوتلاين كله نكمله، وهنقطع الزيادات برضو. وبس كده، ده هو شكل المج بتاعنا بتاع المرات دي. هو مج سيمبل خالص، بس انا حبيت اوريكم شكل من الاشكال اللي انا عملتها الاسبوع ده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو محتاجين تقولوا لي اي كومنتس او اي حاجه قولوها لي تحت. بس كده، ميرسي، باي.